عايز مخرج. ايه ما نصورهاش هذه، انا ما نجي المخرج يحكي معك ولا عايط المخرج يوضح لي علاقته بالحكايه هذه، سينو ما نصورهاش. نتملك عليها ولا لعبه يا خالد. ايش يعني؟ مش لعبه يلعب معاها. شنو؟ حاجتك بيا؟ حاجتي بيك. ايش كي سباس؟ تلعب بالختر. شنو الختر؟ شنو الختر؟ انا مسلم، اي حاجه تمس الاسلام تمسني انا. معناها انت قاعد حاطتني في الفيلم هذايا كانك تحب تحارب بيا المسلمين، ولا ما فهمتش؟ وضح لي العلاقه نتاعك بالدين، وضح لي البوزيسيون نتاعك يا خويا. انا ما عادش نصور معاك حتى لحظه الا ما توضح لي علاقتك بالضبط. مانيش لعبه ما بين يديك انا. ما تحقرنيش يا انت، فهمني يا حمودي. عنصر العاج. شوف لطفي، القرآن أنا قبل ما نعمل فيلم هذايا قريته بالعربي وبالفرنساوية. القرآن فيه كل شيء. كان واحد متصوف يحب يلقى اللي يحب، يلقى الآيات اللي يحب، ويلقى السلم ويلقى الحب ويلقى كل شيء. كان واحد يحب يعمل الحرب يلقى آيات على الجهاد، يلقى كل شيء. وخاصة بعد آخر القرآن، آخر البريود اللي فيها برشا غزوات، ولا القرآن أداة غزو، يحكي ياسر على القتال وعلى الجهاد. يعني أنا مانيش من الناس اللي عنده تيروار، وقت اللي يحكي مع الأجانب يجبد لغة السلم، وقت اللي يحكي بينه وبين المسلمين يجبد لغة الجهاد. اللي عنده تيروار، وقت اللي يحكي مع الأجانب يجبد لغة السلم، وقت اللي يحكي بينه وبين المسلمين يجبد لغة الجهاد. لا، أنا بالنسبة لي نامن أن القرآن حاجة كانت صالحة في وقتها. توا يلزمنا نكونوا لايكين، نخليوا القرآن كمعتقد لكن مش كأداة لحل المشاكل اليومية الآن، وإلا يولي جحيم. مش ممكن الجهاد. توا أنا نحب نكشف كيفاش إنسان كيفك أنت كيما بهتة يحبوا يعمروا له مخه. هذا علاش عملت الفيلم، مش ضدك أنت. لا انا ما قلتش ضدي انا ولا ضد الاسلام ولا ضد الاسلام. كي تحكي لي كي زاد نعم باقي مش عارف موقفك شنو انت من الاسلام. لو خاطر انت زاد تنجم تقول لي كلام هذايا شنو نعرف عليك في مخك. انا في مخي اني نحب الاسلام ما يتدخلش في السياسه. هذا موقفي واضح. ما زلت ما وفيتش. ممكن نوفى في الفيلم الجاي ما نعرفش، اللي هو ميلفاي سكت عيب تمنع الرقابه ما عطاتوش، دونك ماهوش باش تعمل. ربما يتعمل في فتره اخرى. قالوا لي ماهوش وقته. ماهوش وقته. انا بالنسبه لي معناتها وقت واحد يقول لي ماهوش وقته معناتها وقته. سلطه الاسراف فهمت مخر نوري بوزيد باش تقول له اسكت عيب. كان فهمت من قبل وقالت لك اسكت عيب يا نوري بوزيد. المشكل مع فريد بوغدير اللي في اللجنه، وكان فريد بوغدير دافع عليها وترى تعديت. بالعكس الوزير قال لهم وينه نوري؟ قالوا له ما نجمناش نبتوا فيه، اعطاني اعانه للكتابه، لكن انا ما نحبش نعاود. اعطيت موضوع اخر خاطر ما نجمش نقعد ما نكتبش. ماهيش سلطه الاشراف، المشكل مش مع سلطه الاشراف، المشكل مع ساعات يضرك انسان تتصور اللي هو الوحيد اللي ما ينجمش يضرك. معناها فريد هو اللجنه اللي رفضتني انا في اسكت عيب عبد اللطيف بن عمار وفريد بوغدير. اذا كان هما يشوفوا انه اذا فريد بوغدير يوصل يشوف انه السينما التونسيه ما زالت ما تنجمش تحكي على مسائل جنسيه اجتماعيه، فيلم يحكي على البكاره الغالطه. اذا كان هو يشوف انه هذا مش وقته، الفينومين كبير برشا في المجتمع. تبع انكيت مازالت ما خرجتش، انا اطلعت عليها اخيرا. بهت معناتها وتقول لي الجسد
أنا متخلف برشا على الجسد في أفلامي بالنسبة للمجتمع. المجتمع متقدم عليه برشا. 3/4 البنات اللي في سن الزواج مبدلين بكرتهم. 3/4. أنا بالنسبة لي مجتمع ولا غلط؟ غلط تماما. معناتها بالنسبة لي البكارة مجعولة باش يفقدوها، مش باش تقعد. تونسي أينما كان أقولها وأمضي وأبادر، بتقديم الفقرة الموالية في برنامج بلا مجاملة مع بلا رتوش. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. لحظات عاطفية عابرة ومعبرة. أكتفي بالصمت، نتواصل بعد الفاصل. نعود بعد الفاصل لمواصلة الحديث في برنامج بلا مجاملة، وتحديدا على ساحة حقوق الإنسان. وهنا دعوني أتذكر مكالمة هاتفية جرت بيني وبين هالة الذوادي في بحر الأسبوع المنقذي. هالة كانت تضحك، قلت لها فما قالت لي كنت في ساحة حقوق الإنسان. ماذا حصل بالضبط يا هالة يا الذوادي في ساحة حقوق الإنسان؟ والله لقيت برشا حقوق محفوظة في معناها حقوق العشق محفوظة الحق في ساحة حقوق الإنسان. أي. أما برشا حاجات تبهت. أنا استغربت خاطر الوقت اللي مشيت فيه معناها مش في الليل. أنا كي مشيت غادي وشفت قلت فيلم تونسي نتفرج فيه. هذا اللي يتعدى بالطبيعة، فما شيء ما يتعداش ما نجمش نعديه. أنا كان في الصباح نقول هكا دنيا، في الليل زعما كيفاش؟ من عطاني عوينة في الليل غادي كان نمشي نعمل دورة ونعمل طلة. وفما حاجة أخرى، أنا كي دخلت غادي كنصور. تو كي باش نمشيو نصوروا مع فنان في الشارع يجيونا الرخصة ويني؟ ما عندكش رخصة ما تصورش. صحيح. كي مشيت لساحة حقوق الإنسان يظهر لي حقوق الإعلام غادي كيف متوفرة، معناها حق الإعلامي أنه يصور كما يحب. دخلت صورت، لا جاني واحد لا كلمني لا قال لي شبيك تصور، لا قال لي علاش تصور، لا كيفاش تصور. معناها لقيت حريتي. لا ولاحظت هلا حتى جماعه اللي قاعدين تبارك الله هكا ظاهرين من خلال الصوره قاعدين يقراوا ما تقلقوش منك ولا حاجه، معناها عادي ما خافوش منك ولا من الكاميرا. لا يمكن ما معناها في الشيء اللي هما لاهين بيه. لازم تركيز، ما تلهاوش بيا، لازم مجهود بدني وذهني. يمكن في ظروف اخرى كيفهم غاديكا يمكن يشوفوني. اما في ظروفي الحاليه لا. فما حاجه، فما ماده تقول لكل فرد الحق في الحياه والحريه. ما نعرفش هذا يدخل في باب الحياه ولا في باب الحريه. كيف الماده 19 تقول لكل شخص الحق في حريه الراي وحريه التعبير. زعما التعبير العشقي هذا
يدخل في باب حرية التعبير، ما نعرفش فسروا لي على الأقل نفهم شوية. ما دام نحكيو على حقوق الإنسان، نتحدث عن حقوق الإنسان، هنشوفوا من خلال مع كريم المخرج كريم النوالي صور معبرة جدا. الروبريك هذه تطرح كل يوم سؤال يهمنا الكل تجاوبوا عليه انتم في الشارع، وزاد اون فوتيك على www.nisma.tv. وسؤال اليوم، انتم مع ولا ضد العلاقات الجنسيه قبل الزواج؟ سولون ان سونداج عملوا ديوان الوطني التونسي للاسره والعمران البشري، فما بنيه على 10 ماهيش ضد اقامه علاقه جنسيه قبل الزواج. اي توجور سولون لو ميم سونداج 4 اولاد على 10 مع العلاقات الجنسيه خارج الزواج، مع العلم اللي الدراسه هذه تحط تونس والمغرب ولبنان من اكثر البلدان العربيه كي براتيك لو سكس اور مارياج. هذا يرجع بالاساس ليفوليسيون دو لا مونتاليتي، تفتح الشباب على المجتمعات الاخرى، تاخر سن الزواج، والا تو سامبلومون باغ امور. الاراء هذيا كالعاده في الموضوع متضاربه ومتنوعه، فما شكون موافق على نوعيه العلاقات هذيا، فما شكون يقول اللي ماهيش من عاداتنا وتقاليدنا. هذاك علاش خرجنا للشارع التونسي باش نعرفوا رايكم في الموضوع هذايا، نتفرجوا. انت مع ولا ضد العلاقات الجنسية قبل الزواج؟ ما شجعش على علاقات قبل الزواج. مع. ليه مع العلاقة؟ ضد. بور. بور معناها الغولاسيون افون المارياج بيان سور بور. انا مع العلاقة قبل الزواج. كان باش توصل لي غولاسيون سيكسويل شوي كونتر. نجم نقول انا بور. والله مع الاخر. مع وضد. انا ضد بصراحة. مع. انا ضد الحكاية هذوكم، ما بين مع وما بين ضد. ما بين 50 و 60% من الشبان في تونس يمارسوا الجنس قبل العرس. في تونس نسبة الشابات اللي يمارسوا الجنس قبل العرس تتراوح ما بين 12 و 18%. تحتل كل من تونس، المغرب ولبنان المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة العلاقات الجنسية قبل الزواج. سي لوكازيون معناها باش تعرفوا كل شيء، باش ما توصلش تتغش فيه من بعد. خاطر هذيك بريباراسيون للمارياج، باش الانسان مثال في المارياج نتاعو يبو رونكونتري دي بروبليم. خاطر ما عادش نحن تفتحنا على قبل وكل شيء، ما عادش من قبل. حتى ما نوصلوش للعرس اذا ما يعيش علاقه ما تحبش نعمل في حياته. اللي موجودين في تونس الرجال والكل سي مال فيو، خاطر يفوس ريزيرفي بور لو مارياج. ما عادش خالتين على العرس، شكون اللي باش يعرس تو؟ قلة الامكانيات باش يتزوج، حتى تو العرس ولا تو يوخر في تونس. دي بيزوان لا اكثر ولا اقل. دول الخليج هي من اقل الدول ممارسة للجنس قبل الزواج بسبب الزواج المبكر. اللي يمارسوا الجنس مع بعضهم قبل العرس عندهم احتمال. النص القرآني هنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الغاسقات في الوقت، من شر النفاثات في فاتهم. يا سيدي الوزير، راه فما شكون عنده دكتوراه وعدى الكاباس وما خذاهاش، والملف نتاعو موجود عندنا ومنهم الكثير. تفضل مدام سالم. لهنا تو نرجع لسي سالم بجنبي، قال هانا نسمعوا في نفس الشعارات نتاع المواطنه ونتاع حقوق الانسان. والله سي سالم انا ما فهمتكش تقصد، معناها تحبنا ما عادش نقريو المواطنه وحقوق الانسان على خاطر النظام السابق واللي قبله زاد كان يقري فيها. ما لا تعرفش انا نقول لك حاجه، او ما عادش نصوموا رمضان على خاطر الطاغيه معاويه كان يصوم رمضان. راهو مش معقول زاد الكلام هذا. اذا كانت ديمقراطيه وحقوق الانسان والمواطنه وحقوق المراه والنظام الصحي